زمان ارتكبت غلطة، الغلطة دي تكلفتها ان انا ما دخلت الشركة كنت هموت وادخلها، كان بالنسبة لي حلم. تعال اقول لك الغلطة دي ايه عشان خاطر اتمنى ان انت ما تقعش فيها مرة تانية او ما تقعش فيها زي ما انا وقعت فيها. من حوالي 20 سنة تمام، كنت انا لسه موجود في مصر، ولما كنت موجود في مصر ساعتها كنت بدور على شغل، وكنت لسه فريش جراديويت من كلية الهندسة، وكنت يعني زي اي حد بيدور على الفرص بتاعته. كان في طبعا كأي شخص بيبقى في احلام معينة عندك في اماكن معينة انت نفسك تخشها، يعني مثلا تقول الشركة الفلانية لو دخلتها هكون سعيد، انا بحلم بالمكان. ليه بقى؟ انت متعلق بيها عاطفيا، سمعت عنها حاجات كويسة، شفت الكارير باس بتاعها او المسار الوظيفي واللي هم بيعملوه، قريته على الويب سايت بتاع الشركة ولقيت ان هو حاجة يعني ايه مقنعة بالنسبة لك ايا كان السبب. فانا الشركه دي بالنسبه لي كانت شركه وهميه، وكان نفسي ان انا اخشها باي ثمن كان، بس كنت انا عارف ان دخولها صعب جدا جدا. المهم قدمت، وبعد ما قدمت جالي انترفيو، عديت الانترفيو الاولاني والثاني، وبعد ما عديت الانترفيو الاولاني والثاني جم قال لك بعد كده لا انت عندك حاجه اسمها في يعني بما معناه يعني امتحان قدرات تمام، بس تقيل شويه بياخد ساعتين ثلاثه والكلام ده كله. قال لك تقيل لدرجه ان مثلا ان في ناس كتير ما بتعديش منه، وبناء عليه الامتحان ده لما بيخلص احنا بنحدد هل انت هتاخد مسار عندنا يوصلك لمراتب عليا بعدين، ولا هتاخد مسار يخليك في مكانك زي ما انت تمام. قال لك و98% من الناس السكور بتاعها او الناتج بتاعها من الامتحان ده بيخليهم ياخدوا المسار العادي، مش المسار اللي يخليهم يطلعوا يبقوا من قادات الشركه قدام. فطبعا انا ايه وادوا لك طبعا ماتيريال وقال لك استعد للامتحان والكلام ده كله، قعدت استعديت والكلام ده كله وعملت الامتحان وعديته، وبقيت حاسس بقى ان انا ابو تريكه ماشي بقى متجنن في البيت والكلام ده كله، وسعيد جدا من كل اللي بيحصل حواليا، مش مصدق نفسي، يعني عايزك تحط نفسك مكاني. وبعدين فجأة جه قال لك خلاص انت وصلت للمرحلة النهائية، في عندك انترفيو مع 4 اشخاص تمام، الاربعة دول 4 ليدرز او قادة في اقسام مختلفة. قال لك بس بقى التركايه في ايه؟ ده اخر مرحلة. بس قال لك المرحلة الأخيرة تستدعي إيه؟ إن لازم الأربعة بعد ما بيقعدوا معاك، يا إما الأربعة بيقعدوا ولازم يوافقوا عليك جماعية، او لازم يرفضوا الجماعات. قال لك مفيش حاجه اسمها ايه 3 قالوا اه واحد لا فيبقى الاغلبيه فانت تمشي تكمل يعني معانا. قال لك لا لازم ايه يقعدوا مع بعض، لو في انقسام بينهم لازم يقعدوا، يا اما يقنعوا بعض، يا اما المختلف عليك او اللي بيقول لا يقنع التاني ان هو يبقى لا زيه، يا اما اللي بيقول اه يقنع الباقيين ان هم يقولوا اه زيه، عشان خاطر إيه؟ انت يا تدخل يا تخرج. وبناء عليه عملت اول انترفيو مع اول قائد، تاني انترفيو، تالت انترفيو، كنت حاسس ان انا ماشي تمام والكلام ده كله كله زي الفل، وحاسس خلاص ان هي خطوه تكه وهنخش جوه الشركه. جه الانترفيو الرابع، لما دخلت اتكلمت مع الشخص اللي جوه. الشخص ابتدى يسالني اسئله مستفزه جدا جدا جدا. كل لما يسالني مثلا سؤال واجاوبه ياخده باستهتار ويتكلم معايا باستفزاز والكلام ده كله، والواحد كان ساعتها خبرته قليله تمام. وانا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان خاطر انا عارف ان في ناس كتير ممكن تكون بتتفرج على القناه دلوقتي عندها انترفيوهات، او مثلا سنها لسه في العشرينات والكلام ده كله، ممكن يستفيدوا بالكلام ده اللي انا بقوله. فانا كان ساعتها خبرتي قليله، فالشخص ده ابتدى كل شويه ايه يقول لك كلمه مستفزه، يعني مثلا ايه يقول لك ايه اذكر لي حاجه مثلا انت تحس انها من اهم انجازاتك، مع ان انت لسه صغير عندك 23 24 سنه حاجه كده، بس يقول لك اذكر لي انجازاتك. فانت تقول له مثلا انا شايف عملت الانجاز الفلاني، فكان يبص لي كده يقول لي ده انجاز ده حاجه كده يعني تمام. فكل شويه كان ايه بيستفزني لغايه لما وصلت لمرحله ان انا ابتديت اقول كلام انا مش عايز اقوله. بعد ما خلصت الانترفيو ده على طول خلصت كلمت آلي في التليفون وقلت لهم انا خلاص بره الشركه، علما بان ما حدش قال لي اي حاجه، بس انا كنت عارف ان بناء على الانترفيو ده وردودي من انفعالي، يعني انا في الاول كنت هادي هادي هادي، انفعلت جامد، مش ما اتخانقتش، انما ردودي ما كانتش الردود زي اول 3 انترفيو يخلوك مثلا ايه مع ال3 قاده التانيين يخلوني احس ان انا ايه لا تمام. فانا قلت لهم لا انا خلاص انا بره الموضوع ده. اسبوعين 3 وكلموني في التليفون وقال لك معلش احنا هناخد شخص تاني والكلام ده كله، وطلعت انا بره الشركه وفقدت فرصه ان انا اخش المكان ده، علما بان انا عملت تقريبا شبه المستحيل، انت عديت الامتحان وعديت الانترفيوهات في الاول والكلام ده كله وقفت معاك على الخطوه الاخرانيه. طب ايه الدرس اللي انا عايز اقوله لك ده او اللي انا عايز اوصله لك؟ ما تخليش حاجه تبعد عينك عن الكوره، الاجانب يحبوا يقولوا كده، ما تخليش حاجه تبعد عينك عن الكوره او هدفك. فانا لو عندي عليه دلوقتي وانا بعمل الانترفيو ده ما كنتش اخلي اي حد يستخدم مشاعري ضدي عشان خاطر يخليني ايه اتشتت فما ركزش على هدفي. كان المفروض في الاجتماع ده وانا قاعد مع المدير ده ابقى انا مفكر دايما حاطط في دماغي ايه بغض النظر عن اللي بيحصل، ركز عشان خاطر انت هدفك ايه، انت عايز ايه تمام. انما هو استخدم مشاعري ضدي عشان خاطر ايه يخرجني او يخليني افقد الفوكس او التركيز، وبناء عليه ما بقاش انا تركيزي انا عايز اخش الشركه، بقى تركيزي ايه لا انا الراجل ده ما بيحبنيش او مش طايقني وانا لازم احرجه لان انا مش طايق الراجل ده قدامي وبيتصرف كده ازاي والحوارات دي كلها.
لحظة ما انت بتفقد تركيزك ومشاعرك بتتحكم في الموضوع، لحظة انت ما داخل في الخسارة، هتدخل في خسارة. وفي الشركات بعدين لما انت بتتعامل بقى في الشركات وفي البيزنس او الكلام ده كله مع السن بقى لما تكبر، هتعرف ان في ناس كمان مش بقى في الانترفيوهات بعدين ممكن يستخدموا السلاح ده ضدك. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تكون مثلا انت قائد فريق معين في الشركة وعندك حاجة و30 او 40 سنة او الكلام ده كله، وفي قائد تاني مثلا من قسم تاني عندك جدال معاه في اجتماع معين قدام القادة الكبار، وانتوا قاعدين، هو عارف كويس جدا مثلا هو لو خلاك طلعت بره شعورك او انفعلت، هو عارف ان انت هو خرجك بره الفوكس بتاعك او التركيز، وبناء عليه هو هيكسب الجوله قدام الناس، فممكن يعمل الكلام ده قصدا قدام الناس او قدام الاداره عشان خاطر يطلعك بره تركيزك. فارجوك ارجوك اتعلم من غلطاتي، تمام؟ دايما فكر انا هدفي ايه من المكان اللي انا رايحه ده، هدفي ايه من الاجتماع اللي انا فيه، وركز على الكوره، تمام؟ او keep your eye on the ball زي ما هم بيقولوا ابتدى بالاجنبي، اللي هو ابتدى ركز على الكوره او ركز على هدفك، تمام؟ وما تخليش مشاعرك تدخل في الموضوع مهما حصل او تقف بينك وبين تحقيق الهدف ده. اتمنى انك تكون لقيت الحلقه دي مفيده، واتمنى انكم تستفيدوا من الغلطات اللي انا عملتها قبل كده، لان هو ده السبب الاساسي اللي بيخليني اشارككم الغلطات دي. ولو في حاجه معينه عايزين نتكلم فيها اذكروها في التعليقات تحت، واشوفكم الحلقه اللي جايه.